ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده وصفه سهله وبسيطه خالص واقتصاديه جدا، من غير لحمه بقى ولا فراخ، وبكل سهوله تقدري تعمليها، والمكونات بتاعتها موجوده عندك في البيت. جميله جدا ولذيذه جدا وسهله جدا. يلا بينا نشوف الوصفه دي عباره عن ايه وايه مقاديرها. في الاول كده انا معايا هنا كوبايتين من الدقيق، حط عليهم نص معلقه من البيكنج باودر. الكيس اللي معايا ده كان فيه حوالي نص معلقه حطيتها، ورشه من الملح طبعا على الدقيق، وميه العجين. بس مفيش حاجه تانية خالص. هننزل بقى بالميه كده بالتدريج واحده واحده لحد ما نلم العجينه اللي معانا دي. يعني العجينه ديت مش محتاجه لا خميره ولا سكر ولا اي حاجه خالص، اكتر من رشه الملح ونص معلقه من البيكنج باودر وخلاص. وهنعجن العجينه دي ونلمها زي ما هتشوفيها الوقت كده. انا طبعا ما حطيتش اي حاجه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، اللي انا قلت عليه ملح وبيكنج باودر وكوبايتين من الدقيق وميه العجين، بس كده. عجني بقى كده العجينه كويس لحد ما تتلم معاكي. البوله كده خلاص فضت من العجين. كوري بقى العجينه اللي معانا دي بقى، يعني اشتغلي فيها على طول وكوريها بالظبط كده. انا كده كورت العجينه اللي معايا، سيبها بقى تريح، وتعالي بقى نشوف الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه. انا هنا معايا بطاطس مسلوقه، انا لسه سلقه حوالي يجي 3 4 بطاطسات كده. اهرسيهم بس الاول كده بالشوكه او بالهراسه. تمام اوي كده. هاتي بقى بصلايه كبيره مبشوره. البصلايه ديت انا فرماها في الكبه او خرطيها ناعم. بس المهم ان البصلايه حتى لو خرطتيها على ايدك تبقى مفرومه كويس جدا. وهاتي فلفل الوان، مفيش فلفل الوان يبقى فلفل عادي اخضر عادي. وهاتي حوالي كده كوبايه من الجبنه الموزاريلا، من كوبايه لكوبايه ونص من الجبنه الموزاريلا. معايا هنا بابريكا ومعايا خلطه ومعايا كمون ومعايا فلفل اسمر ومعايا ملح. انزلي كده بالبهارات دي كلها على البطاطس اللي معانا والجبنه والخلطه اللي احنا عملناها، وابتدي بقى قلبي كله كده مع بعضه، الفلفل مع الجبنه مع البهارات. ممكن تضيفي لو حابه تضيفي عود من البقدونس مفروم، ماشي مفيش مشكله، مش حابه خلاص. الطريقه سهله وبسيطه خالص. قلبي كده كله كويس جدا مع بعضه. ريحتها جميله قوي، طعمها حلو قوي واقتصاديه جدا. هتقدري بقى تعملي احلى حواوشي من بدون لحمه وبدون فراخ، وسهل جدا وبسيط ومش مكلف وبياخدش وقت، وماشي فطار وماشي عشاء وممكن ينفع غدا كمان على فكرة. خلاص كده تعالي بقى نرجع للعيش اللي احنا كورناه تاني. طبعا هو ريح شوية العيش. عما انا عملت الحشوة كان العيش ارتاح شوية. بالمشابة بقى وافردي كده الرغيف. طبعا اكورها الحجم اللي انت عايزاه. هاتي بقى بعد ما فردتيه كده من الحشوة كده وحطي في النص، وقفلي بقى، وارجعي افردي بقى بايديكي بس تاني. سهلة خالص ما فيهاش اي حاجة صعبة. هعمل كمان واحد برضو، رشة خفيفة كده من الدقيق فوق وتحت، وافردي بالمشابة برضو.
وهاتي من الحشوة بتاعتنا وحطي برضو كده في النص وقفلي عليها وافرديها، سهل خالص. تمام اوي كده. انا بقى بخلص كل الكمية وبرجع اوريها لك تاني عشان ما اطولش عليكي بالشكل ده كده. تعالي بقى على الطاسة، نحط طاسة على النار فيها كده يعني حاجة خفيفة خالص من الزيت، رشة بسيطة جدا، ما تحطيش زيت كتير. طبعا الزيت يسخن، نهدي النار عشان العيش يستوي، يعني مسحة بسيطة خالص من الزيت. وقلبي برضو على الناحية التانية ياخد لون طبعا مع السوا، وروحي قلبها على الناحية التانية. مقرمش جدا ومستوي، وطعمها لذيذة جدا وسهلة خالص، وحواوشي اقتصادي جدا مبياخدش وقت خالص و... وسهل، ومكوناته كلها موجودة في البيت، يعني البطاطس والفلفل والجبنة كل الكلام ده عندك في البيت. اعملي بقى بنفس الطريقة لحد ما تخلصي كل الكمية بالشكل ده كده. جميل جدا وحلو وسهل واقتصادي، والوصفة ما هي صعبة. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك وما اشتركتش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان كل حاجة بعملها توصلك. هفتح معاكي واحد. حشوة اقتصادية وجميلة ولذيذة وطعمها روعة، بجد تستحق التجربة.